السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، يا رب يكون الجميع بخير. مارسيل كولر مدرب الأهلي تلقى عرضان لتدريب الهلال والشباب، ولكن كولر لسه قدامه موسمين مع الأهلي، بخلاف طبعا الموسم الحالي. وبرغم اعترافي ان كولر مدرب كبير وقدير، هو في النهاية بشوفه انه شخص ملتزم بطبيعته، فصعب انه يوافق على اي عرض بخلاف اللي التزم بيه مع النادي الاهلي. وبالرغم ان قيمة العروض اللي جاية من السعودية وصلت ل 8 مليون دولار، ده طبعا رقم مهول، ومش هنقول ضعف، لا ده اضعاف اللي بياخدوا في النادي الاهلي، غير انهم هيتحملوا الشروط الجزائية في حالة موافقته. لكن الراجل التزم بعقده مع الاهلي ورفض، وكولر وعد الاهلي بالاستمرار في منصبه والالتزام بتعاقده. وعقد كولر مع الاهلي بيديله الحق في حالة رحيله في الموسم المقبل انه هيدفع شرط جزائي بقيمة 1,000,000 يورو. طبعا العروض دي زي ما ذكرنا جاية من نادي الشباب والهلال السعوديين، وده لان مدرب الهلال في ورطة بسبب تأخر الفرقة بشكل كبير وفقدان الفرقة صدارة الدوري لصالح اتحاد جدة. وكمان فريق الشباب مش في افضل حال، واقالوا الهولندي مارسيل كايزر، وكلفوا خوان براون مدرب الاسماعيلي السابق بتولي مهام الفرقة مؤقتا، وبيدوروا على مدرب جديد للفرقة. يعني سؤال لاخواتنا السعوديين، هي الدنيا ضاقت في وشكم ومش لاقيين مدربين يدرب لكم فرقكم غير مدرب الاهلي؟ يعني انتم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مش بنحسد والله، ربنا يوسع ارزاقنا وارزاقكم. امكانياتكم تسمح لكم تجيبوا مدير فني من اي بقعة على وجه البسيطة. يعني ده انتوا لو ضاقت بيكم الارض كلها ولو عايزين تجيبوا من المريخ هتجيبوا، امكانياتكم ما شاء الله تسمح. يعني احنا يا جماعة مش عايزين نفترض فيكم السوء، ولا عايزين يعني ان احنا نفترض نظرية المؤامرة ان دي سياسة عشان تضربوا استقرار الفريق، والكلام ده في الوقت ده بالذات قبل طبعا كاس العالم للأندية اللي هيتلعب عندكم في السعودية. فاحنا عايزين نفترض فيكم حسن النية، فبلاش. الحمد لله الراجل رد عليهم بالرفض ونهى الكلام. يعني ارجوكم والله انتوا باصين بس، لا والله ماشيه بالستر، والله ماشيه معانا بالستر. فيعني دوروا في حته تانية، بلاش الاهلي، سيبوه. يعني ده هو النادي الوحيد تقريبا اللي واقف على رجليه في مصر يعني. فشوفوا لكم في حته تانية، بلاش والنبي الاهلي. انا متوقعه ان ارقام العروض هتتضاعف الفتره اللي جايه من باب اغراء كولر ماديا، بس انا ليا تعليق في الجزئيه دي. كولر، يعني اخواتنا السعوديين اسمعوا الكلمتين دول والنبي، كولر مش جاي الاهلي عشان عرض النادي كان العرض الواو او العرض اللي ما حصلش. كولر جه الاهلي اصلا عشان الاهلي نادي كبير وعريق واكبر نادي في افريقيا جماهيريا وببطولاته. الراجل عنده مشروع، عنده طموح مع الاهلي انه عايز يصنع فيه تاريخ، عنده حلم ان هو يفوز بكاس العالم للأندية. فيا اخواتنا السعوديين، يعني في حاجات كتير وطموح اهم من الفلوس، مش كل حاجة بتتباع وتتشرى. فياريت بلاش نحاول نزعزع استقرار النادي الاهلي. الدنيا واسعة قدامكم، ما حبكتش على مدرب الاهلي. طيب الاهلي هيبدأ مشواره الافريقي للدفاع عن لقبه بمباراة سان جورج النهاردة الساعة عدت معانا هي 12، فهيكون ان شاء الله النهاردة الساعة 8 مساء. هيغيب عن الاهلي بيرستاو للراحة لان كولر فضل عدم المجازفة بيه. هو الحمد لله بخير،
بس كولر يعني خاف ان هو ينزله الماتش ده يعني للراحة بس مش اكتر، لكن هو الحمد لله بخير ويا رب يرجع بالسلامة. هيغيب كمان رضا سليم للإيقاف، لانه كان طبعا حصل مع النادي السابق بتاعه اللي هو الجيش الملكي، كان حصل على كارت احمر، فطبعا نفذ معاهم ايقاف مباراة وهينفذ معانا المباراة التانية. عمرو السولية ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح ودول للإصابات، والمهاجم الجديد السوبر أنتوني موديست برضو هيغيب عننا عشان لسه مش مقيد في الدور ده. نتمنى التوفيق للأهلي. كمان أعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة الأولى من الدوري، وشهدت العقوبات فرض غرامات مالية وإيقافات اللاعبين وطبعا بعض أعضاء من الأجهزة الفنية. فتم تغريم الأهلي ده طبعا في مباراة الأهلي والمصري، تم تغريم الأهلي غرامة 20,000 جنيه لتأخر تسلم قائمة المباراة عن الموعد المحدد في مباراته مع المصري، وغرامة 20,000 جنيه بسبب تبادل السباب الجماعي مع جماهير المصري. وتغريم المصري زيهم بالظبط 20,000 جنيه لأن برضو هم اتأخروا في تسليم قائمة المباراة عن الموعد المحدد، و20,000 جنيه برضو للسباب المتبادل مع جماهير الأهلي. إيقاف باهر المحمدي لاعب الفريق لمدة مباراة بسبب طرده بعد تلقيه إنذارين. بالنسبة لمباراة بيراميدز والزمالك، إيقاف علاء الدين محمد مدرب أحمال الفريق بسبب طرده وسب المنافس مع غرامة قدرها 20,000 جنيه. إيقاف مدحت عبد الهادي لمدة مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي مع غرامة 20,000 جنيه. وغرامة 20,000 جنيه على النادي بسبب السباب الجماعي من الجماهير. إيقاف محمود علاء مباراة واحدة بسبب طرده بعد تلقيه إنذارين. بالنسبة لبيراميدز، إيقاف فيليب بيريز المدرب المساعد لبيراميدز وتوقيع غرامة مالية قدرها 20,000 جنيه بسبب طرده وتوجيه السباب للمنافس. بالنسبة لغرامات فاركو فيوتشر، ففيوتشر توقعت عليه غرامة مالية على النادي قدرها 20,000 جنيه بسبب تأخر نزول الفريق لمدة 5 دقايق قبل بداية المباراة. ويعني ما شاء الله رابطة الأندية هتجمع شوية فلوس حلوين واحنا لسه في الأسبوع الأول. نتمنى التوفيق في الموسم ده إن شاء الله. ولحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبك الفيديو اشترك معايا على صفحتي على الفيسبوك أو على قناتي على اليوتيوب، يشرفني وجودكم معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.